مدرسة أهل البيت عليهم السلام، كم تذكر للنبي وأهل بيته من مقامه؟ ما شاء الله شيء عظيم. لكن ليس فيها أن النبي وأهل البيت وزراء، الله ما يحتاج لوزير. إن تنصروا الله ينصركم لمعنى آخر، مو معنى أن الله مفتقر للأعوان، وإنما مظهر بالمعنى. وإلا هو الله عز وجل عالي متعالي غني عن جميع عباده. نعم مظهر حكمته خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة، يعني مظهر لكمال الله، مظهر لكل صفات كمال الله، مظهر لكل آيات الله، مظهر لعظمة الله، مظهر وليس نوعون. ولذلك هذا حد فاصل بين الغلو الباطل وبين علو معارف أهل البيت عليه السلام. لم يحتاج إلى شريك يذكر له ملكه ولا يفتح له أبواب علمه. ربما كثير ممن لا يتحمل مقامات البيت يقول مقامات متوسطة كذا، في قرارة بيانه غلو من حيث لا يشعر. لماذا؟ لأن يقول أن مثلا جزء الفاعلية شطره للمخلوق أو للملائكة، مو هكذا. هو هذا غلو. الغلو مو قصة أن المقامات صاعدة ونازلة، أصل الدقة في أصغر فعل إن قررته كشراكة هذا غلو، تفويض لنفسك، التفويض غلو. وإن قررت بدون شراكة قل ما تقل، بالتالي يظل النصيب الحقيقي هو لله. ما أصابكم من حسنة فمن الله. قصة الغلو أو عدم الغلو أو التقصير ليس قصة المقامات لا متناهية أو متناهية أو كذا، لا، قصة أنه أصل المقام سواء أو حتى النازل إذا ترضى بنحو الشراكة هذا غلو.